السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحه الجيده بمناسبه حلول السنه الجديده. بطبيعه الحال كنقول لكم كاملين سنه سعيده الله يدخل عليكم باش ما تمنيتوا. هذا من جهه اخرى الموضوع ديالنا اليوم ماشي لاي وحده عاوتاني، باش نكونوا واضحين، باش اللي ماشي دايرهاش هذا الموضوع تمشي الله يسهل علينا وعليها. هذا الموضوع ديال الناس اللي عزيز عليهم ينظموا الافكار ديالهم، اللي عزيز عليهم يديروا بروغرام للسنه الجديده، الناس اللي عزيز عليهم يتهلاو في روسهم، البنات اللي عزيز عليهم انهم كل عام يزيدوا شي حاجه على المستويات كامله ديال مجالات الحياه. المهم، ملي كنت كنحط الاهداف ديالي قلت علاش لا ما نعاود ندير لكم هذا الفيديو، واخا داتو شحال هادي، ولكن دابا كاينين ناس جدادات متبعيني، فبالتالي علاش لا نعطيكم فكره. وواحد السيده حتى هي طلبات مني انني ندير هذا الفيديو هذا بعد ما قلت لها راه كتبت الاهداف ديالي الى اخره. اول حاجه، ما يمكنش تجي سنه ما نكونش عندي واحد الاجنده اللي غادي ندير فيها الاهداف ديال السنه اللي انا داخله ليها بجهد الله بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت ندير اهداف يوميه اللي خاصني نديرها باش نحرص على انني نكملها، نحس راسي انني كننتج وانني كندير شي حاجه جديده. اليوم ماشي باش نقول لكم انكم خاصكم ضروري انكم ديروا هاد الاهداف، وانما اليوم باش الناس اللي كيديروا الاهداف نساعدهم كيفاش يحطوا الاهداف ديالهم، نعطيهم امثله كيفاش يقدروا يحطوا الاهداف كتنقسم لثلاثه ديال الاقسام او لاربعه الاقسام. دابا غادي نتشاركها معكم ان شاء الله. بطبيعه الحال ما تنسيش الزوينه الى عجبك هذا المحتوى وجاك زوين انك ديري واحد جيم، وكذلك تخلي لي كومونتير باش تشجعيني ان شاء الله باش ندير بحال هاد الفيديوهات للناس اللي كيبغيو شي حاجه معقوله. وعاوتاني كنذكر انني درت واحد الشورت كنت وريتكم فيه غير الزيف، حيت طلباتني واحد البنت وطلعت الكومونتير ديالها، وهذاك الفيديو ما عرفت شحال وصل ديال لي في، وبزاف ديال الناس كيجيو كيقولوا لي عن محتوى تافه محتوى تافه. والانسان باش تعرفيه تافه انه ما كيدخلش بعدا القناه يشوف المحتوى ديالها كيحكم عليها من واحد الشورت درناه مجرد للتسليه. المهم خليك معايا في هذا الفيديو هذا، غادي نوريك الطريقه كيفاش تحطي الاهداف السنويه. اذا بسم الله، كما قلت لكم الاهداف كنقسموها لثلاثه ديال الاقسام. عندنا اهداف نقول لكم انا شنو كندير، وانتم طبيعه الحال بدروا على حسب نتوما اللي خدامه اللي على حسب نتوما كيف عاملين. اول حاجه كنحط الاهداف يعني بهذا الشكل، كنحطهم هكا في اجنده في الاول فاش يلاه كنبدا. فاش كنبدا كنديرها في الاخر ديال الاجنده باش مني سالي العام كنلقاها قدامي باش نشوف راسي شنو حققت وشنو لا، ماشي في الاول ديال الاجنده وانما كنحطها في الاخر ديال الاجنده. المهم الاهداف كندير الاهداف اللي هي دينيه، انا غادي نجي معكم بالتفصيل. كندير اهداف اللي هي منزليه، هذه مهمه، وكندير اهداف اللي هي شخصيه، وكذلك كندير واحد الحاجه سميتها العادات اللي خاصني نكتسبها او اللي اكتسبتها خاصني نحافظ عليها. نعطيكم مثال مثلا من العادات اللي انا درتها العام اللي فات وعاوتاني معايا في هذا العام، هي شرب الماء مثلا، المشي مده ديال ساعه، الرياضه، العنايه بالاسنان لاننا كنساو اننا نعتنيو بهم، وكيدوز عام كامل ما مشيتيش عند طبيب ديال السنان، ما درتيش ما غسلتيش سنانك، ما حاولتيش تشوفي شي درصيله وصلت فيها ولا الضالين الى اخره. عندك الفحص الطبي حتى هو من العادات اللي خاصنا نتبناوها في العام ديالنا الجديد، اننا على الاقل كل عام نديرو تحاليل ديال فقط الدم، نديرو تحاليل ديال السكر، او لا نزورو الطبيب باش يشوفنا كامله ما خسرنا والو. المهم صحتنا هي الاهم. كذلك القراءة، يعني قراءة الكتب مدة ديال نصف ساعة، الخلوة مدة شهر ولكن ما درتهاش للأسف، مع العلم أنني لقيتها في واحد الكتاب مهمة جدا أن كل شهر خاصك تاخدي واحد 24 ساعة ولا 48 ساعه ما تحلي لا التليفون لا شي حاجه، غير تكونسونطري مع راسك، غير تحيدي عليك الضغوطات، تحلي بالهدوء. حاولت قدر الامكان انني نتحلى بالهدوء بحكم انني عصبيه ودغيا كنفاعل. تقليل من مواقع التواصل الاجتماعي شويه، ولكن صراحه مع دابا التيك توك ومع هذه الصراحه ما وصلتش لهذا الهدف هذا. المهم انت كذلك غديري العادات اللي غتحاولي تبنيها ان شاء الله في هذه السنه الجايه. الاهداف كما قلنا قسمناها لثلاثه الاهداف. عندنا الاهداف الدينيه وهي اللي غادي نسبقوا بها، الالتزام بالصلاه في بعض الاحيان انا كتزقل لي صلاه او لا هذا بحكم شحال من حاجه عندي واش كنخدم وشحال من حاجه وحتى العجز الله يسمح لينا، فبالتالي كتكون من الاهداف اللي كنكتبها واخا انا كنلتزم الحمد لله ودابا وليت كنصلي الفجر، ولكن بهاد الاهداف باش وليت كنصلي الفجر بطبيعه الحال. الالتزام بقراءه القران، في البدايه غادي نقول لك قري غير صفحه،
انت ما تكثريش على راسك باش ما تعجزيش. قراي الصفحه من بعد تطوري، قراي صفحه من هنا وصفحه من هنا. المهم انا كنت قريت صفحه، من بعد قريت صفحه من هنا وصفحه من هنا، من بعد وليت كنقرا 2 صفحات، ومن بعد وليت كنقرا حزب. وهاد السنه ان شاء الله حطيت في الاهداف ديالي انا نقرا كل يوم حزبين من القران الكريم. الله يجعلنا نتنفعوا بالبركه ديالو. للتذكير فقط ان كل حرف ب10 حسنات، وما كاينش شي حاجه اللي غنجمعوا بها الحسنات اكثر من هاد العباده هذه اللي حنا هضرنا عليها. كذلك الالتزام بالذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر كيفتح باب الرزق، الذكر كيهني لينا البال، كيريح لينا الضمير. بزاف ديال الحوايج انا بزاف كنستغفر، بحكم انني شفت ان الاستغفار كيجيب الفلوس وكيجيب الرزق وكيجيب الهنا، فما عرفت علاش انا مدمنه على الاستغفار. بزاف كنستغفر تقريبا 500 استغفاره في النهار، ولا قدرت نسبح كذلك. المهم الاذكار ديالي داكشي اللي كترتاحي ليه ماشي مشكل. سبحي بالطريقه اللي بغيتي، ما كاينش حكا التسبيح بدعه والتسبيحه الالكترونيه بدعه. البدعه هي الا ما كنسبحوش كاع. مجرد هاد الوسائل هذا بحال التسبيحه الالكترونيه زوينه بزاف الا كنتي غادا في الزنقه، لان كتكون في يديك ما كتبانش وكتفكرك انك تسبحي عوض ما ساكته. وكذلك التسبيح العادي حتى هو كيساعدك انك تسبحي وتعرفي العدد ديال التسبيحات اللي انت سبحتيها باش ما تعجزيش وتفوتي ولا تقلي ولا المهم الى اخره. الالتزام بالصدقه. بصراحه الالتزام بالصدقه يوميا ما كنقدرش نلتزم دائما يوميا، ولكن وقت ما شت شي واحد وعندي الفلوس انا كنعطي داكشي اللي قسم الله، وكنبقاو غاديين في الاطار ديال الانسان يتصدق ولو بشق تمره اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام. نمشيو الاهداف المنزليه. غادي تشوفي ديري واحد الاطلاله على دارك وشوفي اشنو خاصها، شنو هي الحاجه اللي خاصني نغيرها. اهم حاجه عندي هو هاد السنه نعيش انا مزيان، هذا هو اللي مهم عندي، ماشي باش نجمع ونحط الفلوس وما عرفتش لاش. الفلوس عندهم طاقه، خاصكم تعرفوا الفلوس عندهم طاقه. خرجتيهم كيجيو وحدين اخرين، خليتيهم كنزين ما كيتزادوا بالعكس كيتنقصوا. فداك الشيء علاش نتيا تمتعي، شري حاجه اللي خاصك، اللي خاصها شي حاجه كتشوف انها مهمه في دارها وخاصها وغتساعدها. اوكي، غادي تساعدها في العمل المنزل ديالها، ولا غادي تساعدها في الديكور، ولا غادي تساعدها انها ترتاح الى اخره. مثلا انا دايره في الاهداف ديال هذه السنه هذه، صراحه درتها في الاهداف ديال السنه اللي فاتت. ايوا بحكم راكم عارفين الظروف وبحكم انني بوحدي كنجري، هاد السنه مشى معايا هاد الهدف تاع هاد السنه، معليش ماشي مشكل. الهدف ديال هاد السنه ان شاء الله لانني ندير بيت النعاس، لانه ما عنديش، يعني حاطه غير 2 سدادر، حاطه عليهم واحد سميتو، دايره شي بيت النعاس غير من الخيال ديالي. بغيت ندير شي بيت النعاس فهمتيني مطرطق راقي، داكشي ديال اللي البالكونه ديالتي بغيت ندير فيها شي طيم فهمتيني، داكشي د البولات واللعيبات والزريعات. ومهم تنتشارك معكم شنو غادي ندير، مازال كنفكر وكنخمم. من الاهداف المنزليه مثلا انني نشري واحد الرشاشه زوينه دايره في راسي ديال الدوش باش تبقى تحط الماء من هنا ومن هنا ومن هنا. المهم انت راكي عارفه. كذلك من الاهداف انني غنشري ان شاء الله واحد ديك المقلاة الهوائيه. علاش لا، وعلاش ما نشريش واحد الشطابه ديال الضوء باش نقولوا لها، المهم بلا ما نقولها نخسرها. المهم بزاف ديال الاهداف المنزليه، عطيتك غير نبذه على داكشي اللي انا درت في الاهداف ديالي. الاهداف الشخصيه، الاهداف الشخصيه هي اش؟ هي انني كنركز على الحوايج اللي خاصني نديرهم، اللي غادي يزيدوا بالعقليه ديالي للقدام، غيزيدوا بالفلوس ديالي للقدام. مثلا نعطيك مثال، التركيز على العمل اكثر بالنسبه للبنات اللي خدامين، اللي بخصوص اللي خدامين بحال خدمتنا ديال اوريفلام، اللي كيخصهم الكونتاكت، كيخصهم التسجيل، كيخصهم لي فورماسيون، كيخصهم بزاف ديال الحوايج. خاصهم يركزوا على الخدمه ديالهم اكثر واكثر باش تعطيهم نتيجه. بطبيعه الحال شاركت معكم فيديوهات كيفاش كنخدموا في هذه القضيه هذه. كذلك السفر كيغير النفسيه، كيعطينا افق جديده، كيساعدنا على اننا نكونوا احسن. وطبعا الحال الهدف اللي كان عندي داك العام انني نسافر لشي دوله اوروبيه، وسافرت لتركيا. ومن بين الاهداف ديال هذه السنه هذه لا بغى سيدي ربي انني غادي نسافر كذلك خارج المغرب، لان باش ما كتسافري كتشوفي ثقافات اخرى، كتزيدي فهمتيني. المهم انت راكي فاهمه. كذلك القراءه، كما كنقولوا القراءه حتى هي مهمه جدا. كنقرا، كنحدد الكتب اللي بغيت نقراها، ماشي كنقول غير غنقرا الكتب مده نص ساعه، لا، خاصني ندير هدف ديال شحال ديال الكتب غنقرا. المهم داك العام درت 3 الكتوبه، هاد العام ان شاء الله بجهد الله يا ربي لا بغى سيدي ربي غيكونوا 5 ديال الكتوبه. علاش لا؟ لان باش ما قريت باش ما انا غادي نكون احسن. العنايه بالبشره، يعني كل 6 ديال الشهور، هذه حتى هي من الاهداف اللي كنت درت. حيت حنا من كتدينا الحياه وتدينا الوقت وكدينا الزمان كنساو
اننا نعتنيو بالبشره ديالنا وكنخليوها الا ما اعتنيشنا بها بشكل يومي، او موا نعتنيو بها كل 6 شهور، نمشيو نديروا ليها صوان، نقادو يدينا، نمشيو نديروا صوان لرجلينا. المهم نحسوا بروسنا اننا زوينات، نحسوا بروسنا اننا حتى حنايا النضاره عندنا في الوجهيه وداك الشيء زوين، فهمتي؟ تيكتك ومتكتك، ما فهمتي اختي؟ اخر حاجه خاصك ديريها من يسالي العام، غادي تخرجي بالخلاصه ديال داك العام. الخلاصه ديال داك العام مثلا، نعطيك مثال. انا مثلا كتبت في واحد، قلت مثلا الجديه تؤدي الى النجاح، هذا واحد الحاجه استفدتها في العام اللي فات. عاوتاني قلت مثلا الانتظار شي حاجه غادي توقع كتزيد كتاخرنا على داكشي اللي خاصنا نوصلوا ليه. باش نقول لكم، ما عرفت واحد العين عندي مالها. المهم بزاف ديال الحوايجات اللي استنتجتهم كتبتهم باش مره اخرى نعرف انهم بلا ما نضيع وقتي راهم مهمين. فهم؟ اذا هذه هي الطريقه باش غادي تخدموا ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى لكم التوفيق كاملين، وكنتمنى ان شاء الله منكم توصلوا الاهداف ديالكم وتوصلوا الطموحات ديالكم. واخر حاجه جديده درتها في هذا العام هي هي جبت كتاب. سمحوا لي طاحت لي شي حاجه في عين روناتني بلا ما ندير مونتاج لهذا الفيديو، المهم حنا بيناتنا. الحاجه الجديده اللي درت في هذا العام هذا هو جبت واحد المذكره اخرى، غادي نبقى نقيد فيها كل نهار، غنسجل فيها كل نهار اشنو استفدت. وقعت لي شي حاجه استفدت منها، شي حكمه في راسي، شي حاجه مثلا ان التسرع ماشي زوين. التسرع مثلا كيؤدي بزاف د الحوايج، خصوصا انا من الناس المتسرعين جدا. يعني ما يعني فهمتي، ممكن نفهم حاجه غلط، ممكن شي حاجه دارت نقدر ندير شي تصرف اللي هو سريع وانا ديما متسرعه هكا. المهم هاد الاجنده هذه حتى هي خاصه بهاد القضيه هذه. كنتمنى انني نكون فتكم في هذا الفيديو هذا وخا غير شويه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله باذن الله، وتحياتي لكم.